تخيل تنزل تحت المية ومعاك أكسجين يكفيك 6 ساعات، وبعد ساعات يلاقوا جثتك والأكسجين لسه جوه التانك، أو تموت وانت ماسك السكينة من غير حتى ما تحاول تنقذ نفسك. كل ده حصل في مكان واحد. الغواصين سموه جبل إيفرست للغواصين، والبعض بيسميه باسم تاني مقبرة أندريا دوريا. في قاع المحيط الأطلسي في ظلام أسود على عمق أكتر من 60 متر نايمة مدينة كاملة من الحديد اسمها SS أندريا دوريا، لكن الغواصين ما بينادوش عليها بالاسم ده، بينادوها باسم أخطر، جبل إيفرست للغواصين. المكان اللي الناس دخلته بخبرة 20 سنة ومرجعتش. الحكاية بدأت سنة 1956. سفينة فخمة جدا، مطاعم فاخرة، قاعات رقص، رخام وتحف، رمز للأناقة الإيطالية. وفجأة وسط ضباب كثيف ظهرت سفينة تانية اسمها MS ستوكهولم. ثواني واصطدام شق جسم السفينة. 46 إنسان ماتوا والباقي عاشوا ساعات وهم مستنين الموت. لكن السفينة قاومت 11 ساعة كاملة قبل ما تغرق. الناس افتكرت ان القصة خلصت، لكن الحقيقة الكابوس بدأ بعد الغرق، لان السفينة نزلت للقاع وبقت مصيدة. الممرات جوه اتحولت لمتاهة، كابلات مقطوعة، شباك صيد، حديد بيقع، وطمي لو اتحرك مرة العالم كله يختفي. سنة 1985 غواص محترف نزل يصور الحطام. بعد 17 دقيقة فقط طلعت رسالة من تحت المية: جون محبوس. لقوه ملفوف بالكامل في الكابلات، والأبشع السكينة كانت على حزامه، يعني كان يقدر ينجو، لكن الرعب قتله قبل المية. سنة 1990 غواص تاني دخل الأعماق بخليط غازات غلط. بعد دقايق عقله بدأ ينهار، فقد التركيز، انتزع منظم التنفس من بقه وحاول يخطف منظم زميله. المحيط هنا مش بيغرقك، المكان ده بيمسح عقلك الأول. لكن أغرب قصة كانت لريتشارد، راجل بخبرة أكتر من 20 سنة. دخل المكان واثق إنه حافظ كل ركن، قال مستحيل أتوه، ومرجعش. بعد بحث ضخم لقوه جوه بار الدرجة الأولى، محشور بين ترابيزتين، نايم على وشه، مفيش إصابة، مفيش تشابك، مفيش تفسير. لغز فضل مدفون معاه تحت المية. أما آخر واحد كان شاب اتدرب شهور، أبوه كان بيترجمه يغص، لكنه نزل، ساب حبل الإرشاد ثانية واحدة، ثانية بس، والطيار أخده. لما لقوه الأكسجين كان يكفيه يعيش ساعات، يعني مات رغم ان الحياة كانت لسه معاه. لحد سنوات قريبة تم توثيق وفيات لعشرات الغواصين المرتبطين بالمكان، ولهذا الغواصين ما بقوش يسموها سفينة، بقوا يسموها المقبرة اللي بتصطاد البشر تحت المية.